أنا أبي أسألك سؤال، أنا أبي أصير شيعي، أبي أسألك سؤال يا أخي. أنا الحين سني أبي أصير شيعي، بس أبي أكون مرتاح. أبي أسألك هالسؤال واحد: ليش تآمنون بس بولد علي، بس بالحسين؟ ما عنده عيال ثانية؟ أجيبك؟ أنا الحين أنا سني، خلني أقول ممكن أبي أصير شيعي، مو لازم أنت تعطيني الحجة. فهمت سؤالك، هي ويد أجاوبك أنا. السؤال ليش بس تآمنون بالحسين ابن السيد علي، ابن سيدنا علي؟ وأنا فهمت. إي ليش؟ أنا فهمت سؤالك، غير ليش؟ إذا جاوبك اكتب لي المايك. إذا جاوبك تفضل. يلا اكتب لي المايك. حاضر. طيب، هو يسأل السؤال، يقول: لماذا تؤمنون فقط بأولاد الحسين؟ طبعا هذا مو صحيح، هو خان السؤال. المفروض يسأل هكذا: لماذا تعتقدون فقط الأئمة من نسل الحسين؟ لماذا؟ لأننا نؤمن بأولاد الحسن. القاسم ابن الحسن عندنا له ضريح، وعندنا له مجالس عزاء في محرم الحرام، وعندنا له مناسبات، وهو ابن الحسن عليه السلام، وموجودة عندنا سيرته. إذا نحن نؤمن بأولاد الحسن، ونؤمن بأولاد الحسين، ونؤمن بباقي أولاد المعصومين. ولكن سؤالك هكذا لابد أن يكون: لماذا الشيعة تعتقدون أن الأئمة، شفت شلون أصحح لك؟ إن الأئمة من ذرية الحسين. الجواب: الإمام الصادق يجيب: إن الله تبارك وتعالى جعل للحسين 3 خصوصيات لم تكن لغيره. خصوصية للحسين، كما خصوصية لعمر بن الخطاب الفاروق اختص بها، لا يعني بأن باقي الصحابة ليس بفاروق أو ليس بصديقين، ولكن عندكم خصوصية أي امتاز بها. فكذلك عندنا الحسين اختص ب3 خصوصيات، منها استجابة الدعاء تحت قبته، والشفاء بتربته، وجعل الأئمة من ذريته. الإمام يقول: كما يوسف نبي، الله تعالى لم يجعل النبوة في أولاد يوسف، لا يعني بأننا لا نحترم أولاد يوسف. ونقل الله تبارك وتعالى النبوة إلى أولاد لاوي تحت يا قاعدة: إن الله يعلم أين يجعل رسالته. شفت جوابي كيف مفحم؟ جوابي واضح، بدون صريخ، بدون، خليني أكمل، بدون صريخ، بدون مناوشات، بدون التطرق على الرموز. سألتني في قضية الأولاد، نفسية الموضوع راح أرد عليك: لماذا تمدحون بأولاد أبو بكر ولا تمدحون بابن أبو بكر محمد؟ شوف نفس الموضوع بس بغير اسم، بس الأسامي غيرته. أنت قلت لماذا عندكم أولاد الحسين وليس أولاد الحسن؟ جاوبتك. الآن أعيد السؤال نفسه: لماذا عندكم تمدحون بأولاد أبو بكر من عائشة وأسماء وعبد الرحمن، ولا تمدحون بابن أبو بكر الذي اسمه محمد؟ جاوبني مثل ما جاوبتك، بهدوء وبعلم حتى الناس تستفاد. زين، حنا نمدح بالجميع، بالحسن، بالحسين، بعلي، بفاطمة الزهراء، بأبو بكر الصديق، بابن أبو، كل أولاد أبو بكر. حبيبي مولاي العزيز، سؤال: محمد ابن أبي بكر هل مدحتموه؟ أنا أمدحه. يا هو محمد بن أبي بكر تعرفه؟ إيه أعرفه. شنو وين كان يعني وياهم؟ ويا الشيعة مثلا وضد، بس هذا كلام يا أخي. أنتم تتكلمون عن 1400 سنة يا أخي، والله العظيم. أنا بس ضيفي أنا ما جبت طار الشيعة، سألتك سؤال: من هو محمد بن أبي بكر؟ جاب الشيعة بالموضوع. سؤالي واضح، أنت تترضى على محمد بن أبي بكر. طيب، محمد بن أبي بكر مين قائد عليه؟ مع مين؟ فقط هذا سؤالي. طيب، أنا مو شيخ، ما أفهم بالأمور هذه، لكن أفهم شيء. شكرا لك، حياك الله في حفظ الله. هكذا هو السني، طلع مو شيخ، يعني هو من حقه يسأل ونحن لابد أن نجيب. أسئلة محمد بن أبي بكر منو؟ يقول لي مو شيعة، احنا الشيعة ما طلعتوها من يمكم. أنا جبت لفظ الشيعة بالموضوع. هذا هو السني، عقله مملوء شيعة، يعني نحب الله ورسوله. شيعة. نعم، الرؤية عندهم عليها غبار،
الرؤية عندهم عليها ظلام، فيراد منهم يطلعون حتى تكشف لهم. هذا منهم، هذا الظلام، هذا العمي، هذا الضلال، هذه الذنوب ما جعلتهم يرون الحقيقة. أنت تسأله تقول له مين محمد بن أبو بكر؟ يقول لك الشيعة. أنا ما جاي أعرف شنو دخل هذا بهذا.